السلام عليكم متابعينا الأعزاء، تحياتي لكم والله يحفظكم بحق محمد وآل محمد. حرارة الجو استقرت يومين أو ثلاثة، يعني نزلت شوية، بعدين رجع الجو، رجعت حرارة الجو عالية كلش، رجعت لل50. الحرارة العالية ما تأثر على الطيور بشكل كبير، وخاصة تغير درجات الحرارة، يعني الجو يوم درجة حرارة عالية ويوم تنزل هم يأثر على الطيور، فنحافظ على الطيور من درجة الحرارة. أهم شيء المي البارد، استخدام المي البارد. الأواني البلاستيكية نستخدمها، يعني المي مالتها يحمى بشكل كبير، أبدلها دائمية، يعني باليوم مرتين ثلاثة أبدل المي، وأخلي مي يعني من المي البول الرئيسي، لا أخلي مي من تانكي أو مي بارد إن شاء الله. حتى إذا أمكن أخلي بيه ثلج، يعني بس مو ثلج، يعني فد مرة يجرش، أو أخلي المي بالفيم أواني حتى يبرد. المهم يكون مي بارد طبيعي، لأن يعني المي الحارة يأثر على الطيور. وأنا أستخدم هذا الطشت، أخلي بيه البورة مال المي، حتى مي بارد دائمي، مرتين مرتين باليوم أغيره. يعني هسه ورا الظهرية الساعة 5 العصر هم أخلي المي من جديد، أخلي البورة بيه الصونده، حتى شنو هم للشرب مي بارد، والطيور تسبح به، مي بارد جدا. إذا السطح كان كريت كاشي هم أغسله، أرشه. فتبديل المي والمي النظيف بالصيف حال مهم جدا جدا، أركز على هذا الشيء. وأبد ما أتركن بدون مي، لأن الطير إذا بهذا الحر تركه بدون مي، وبعدين تخلي المي ينجلط، يعني الطير إذا تركه بدون مي تخلي له مي رأسا يشرب، يؤدي هذا إلى جلطات. استخدم بور الماء الرئيسي ملبي حتى يكون الماء بارد ونظيف. وأيضا الحبوب مثل ما ذكرنا لكم، خلطة الأكل أستخدم الحبوب الباردة، أترك الحنطة والإذرة الصفراء، أركز على الماش والدخن والإذرة البيضاء أهم شيء.